فما رخص نتاع نقل كامل تراب الجمهوريه. الرخصه نتاع سي القصاص كان من احزاب الجمهوريه. كان من احزاب. ما عندكش شعر مش باش يقبلها عندك ساعة قاعد تخدم والله قلت الراجل هذا زي ما يقول يعني والله مع كامل احتراماتي انا ما الرجل من الباك مركز عليه قلت الراجل هذا يتبخض الجبل انت والجبل الاخر. سامحني يعني ساعة يا استاذ قاعد تخمم سي ابراهيم مع كامل احتراماتي اللي خممت فيه هذاك علاش دخلنا في ابراهيم القصاص. ابراهيم القصاص ما تعرفش حاتم بالحاج فرجت في شوف لا استاذ حاتم قلت لك احترمني والله ما نعرف انا ما نعرفش برشا ما نتفرجش الاعلام برشا حتى حلقاتك انت تتبع فيها شوي اما كي تهاجمني يقولوا لي نرجع لها يقولوا لك اما سي حاتم قلت اني هذا يفتق الدنيا من بعضها تلقى لنا حل الحمار الوطني تو سكت رخصة الواجب تاع القصاص انا حسيته وجع عملت هذاك علاش نرفزت وجع. لا والله ما تنرفز انا على فكره انا نرفوزي بطبعي راه هيك سخون فما نرفوزي مش زيك انت دمك بارد حاطه في الفريجيدير انا دمي سخون عربي يلا غالب خبزه مره سي ابراهيم الخبزه مره انت الخبزه مره يا نوفل تاجروا بركه تاجروا بالشعب التونسي تاجروا بركه كما تحبوا دخلوها البلاد في حيط وابقوا اضربوا في الطبال. الخبزه مره انه يجيني سي ابراهيم سمعني كلام ونسكت. ليه شيء نسمعك الكلام نسمعك الكلام اذا تستاهل تسمع كلام نسمعك كلام تقدر انت اعلى من الناس الاخرى. نرجعوا كي تسكت وما تعطيش الاسباب الحقيقيه لاستقالتك دونك نرجع حتى خاطرك مازالك انت على كامل احزاب الجمهوريه زوز اسمع يا نوفل فوتها الرخصه والاحزاب والمرلوط الواحد لان صارت في المتمر وصارت في التكتل وصارت في الاحزاب اما مركز معي هنا لانك انت انسان خواف ما تقدرش تهاجم فلان يزيد ولا عمر حتى تهاجم من بعيد فما انت اللي جبتهم تو كل سبيتهم وما نجمش انت دخلت فيهم الكل دخلت حد انت دخلت تو في الجبهه وفي الدهضه وفي النداء ما خليت حد انت الفتق الناطق في تونس ها ترى اقترح عليهم في الحمار الوطني تجيبوك انت يحطوك انت رئيس الحكومه ثمش ما تنقضها شوي وانت 70% انت وجماعتك اللي كافك هي اللي دخلتوها في حيط ونحملوكم المسؤوليه راه كما السياسي يتحمل المسؤوليه كما الاعلامي لان الاعلامي انا نسميكم مجموعه انتم مكلفين بمهمه مجموعه مكلفين بمهمه وجايين تدمروا في ما تبقى من البلاد التونسيه لكن انا فقت بكم ونقول لك معنا دمرتوا انتم 90% خليتونا لا دمرنا احنا والباقي كملتوه انتم. هو في الحقيقه الكل دمرتوه انتم هذا التكامل لانكم توجهوا في الخطاب اللي تحبوا تعلوه واللي تحبوا تطيحوه وانا فقت بكم مليح راهو وعرفتكم واحد فهمت الله اعلم من وراكم الله اعلم هذه ما نجمش نفتي فيها لكن تو وراكم الزمن طويل باهي هو رو معناتها بيناتنا اذا فما واحد ما عادش تجيب لي راهو لا ما حتى مشكله ما حتى مشكله انا نحسوا كلام معوج شويه نفرح بك هذا كلام مسقم اذا فما واحد عليه الاعلام اكثر من لازم نبدو انا وانت الله غالب لان انا قلتها بالعكس قلتها على قلوبنا معناتها سامحني قلتها في انتم ما تمش قطوسي صادر ربي فهمت اني نيتي كانت سليمه وانتم نيتكم كانت مقعنزه ووصلتوا لكن الحمد لله اني فقت بكم من نص الطريق وقطعت بكم الحبل تو تلقوا وعدكم واضح هكا نرجعوا لخروجك